بسم الله الرحمن الرحيم. عامل ايه يا بنو؟ الحمد لله نشكر ربنا حمزة باشا، الدنيا كلها تمام. يا رب انت دايما في عامل ايه؟ احسن حال يا صديقي. والله كله حلو الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا وقول رب علينا وعليك تكونوا. الايام بالخير يا رب. يا رب ربنا يجعل كل ايامنا حياة كده ونكون دايما في سلام يعني. ان شاء الله ان يا شاء الله. رب. يا رب. عايزين بقى نتعرف عليك يا بنو. مفيش مشكلة يا باشا. الأول أنا حابب أشكرك على إنك أنت بتستضيفني هنا معاك في البرنامج جاي بدون مكياج. الله وهو يسلمك. صدفة يعني، أنا كنت حاطط في دماغي حلم بقى إن أنا أصور بقى في إضاءة أفضل من كده، وفي البيت في السيت أب بتاعي اللي أنا بصور بيه. ولكن شاءت الظروف إنه ما أكونش في نفس البيت يعني. اهو ده يا بدون صديقي مكياج فعلا يعني. انا بسجل معاك بالموبايل. الله يكرمك. ربنا ان شاء الله كده يعني يبارك لك خير في المعلومات اللي انت بتحب تشاركها دايما مع الناس في البوستات على لينكد ان والفيديوهات بتاعتك يعني. الله يكرمك يا بنو الله يكرمك. بص يا صديقي، انا اسمي ابانوب. ابانوب حارس، واضح من الاسم قدامك اهو. تجاره. جامعه جنوب الوادي. خريج 2017 وشغال حاليا في البنك ليا تقريبا 7 سنين و8 شهور تقريبا في الحدود دي. بسم الله ما شاء بس الله. شغلي كله كان ليه علاقه بان انا يعني تقدر تعتبرني كاستمر سيرفيس ريبريزنتيف. اشتغلت شويه في الكريدت في الائتمان. وفي خلال الرحله دي 2000 من تقريبا 2024 شهر 3 بالظبط، حسيت ان انا يعني انا مش بعمل حاجه اللي انا حابب ان انا اعملها باقي حياتي، فاهمني؟ تمام. كنت بتكلم مع صديق ليا هو شغال سكرام ماستر، فنور لي. انا قلت له انا يعني انا مش بكون مبسوط. مثلا على سبيل المثال وقتها يعني كنت بقول له ان انا مش ببقى مبسوط ان انا مثلا احقق التارجت بتاعي، ان انا اساعد زميل معايا في التيم عنده مشكله احلها له. فدردشه طويله يعني، المهم اتعرفت منه على السكرام والرول بتاع السكرام ماستر، فاتجهت ناحيه الموضوع ده، قريت فيه شويه واخدت كورس مع باشمهندس زياد الجامل طبعا. فالحمد لله نجحت وخدت بي اس ام 1. وبعدين الدنيا لفت. آه، حاولت ان انا ادخل في البي ام بي. انا اعرف الموضوع قدام يعني. بس انا حاليا تقدر تعتبرني في الفتره او في الفقره بتاعت ان انا بترانزيشن، عايز اعمل ترانزيشن ادخل اشتغل بقى في البروجكت مانجمنت يعني. فبحاول احاول اتشيك في حته الترانسفيربل سكيلز اللي عندي، بحيث ان انا اقدر اطبقها مع ايا كان المكان، في الفinتك بقى او في البانكينج اندستري عموما، ايا كانت الشغل اللي انا هقدر اشتغل فيه يعني. لان انا في حاجات كتيره ظهرت ان انا لقيت نفسي بعملها بقى لي 7 سنين، بس ما كنتش اعرف ان هي اجايل او ان هي بتتعمل في السكرام سيرمونيز والحاجات دي. يعني انت حاليا الى الان ما اشتغلتش في مجال اداره المشاريع أبداً. لا لا، بالشكل اللي انت بتقوله على نفسك او اي حد تاني، لا ما اشتغلت. بس إيه. انا وبره بقى منبهر بان في حاجات كتير بتتعمل عادي عندي في شغلي، حاسس ان هي انت اصلا بتعملها يعني. البي ام بي كان ثلاث ارباع اكتر من 90% من الاسئله كلها ستيك هولدر مانجمنت. ف... فانا بعمل كده كل يوم في الشغل، فليه انا افضل كده ما انا اروح في المكان ده، فاهم؟ ايوه فهمتك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء بس الله. عشان كده حبيت ان انا ادخل في الموضوع اكتر يعني. حلو انك دخلت في الموضوع من بابه يا بنوب، يعني خدت شهاده الاسكرام وبعد كده قمت بتتفوق على نفسك واخد شهاده البي ام بي. بسم الله ما شاء الله عليك يعني. تعيش حاجه نفتخر بيها كلنا والله. والله. هو انا من زمان يا حمزه بحب اجرب الحاجات يعني. افتكر زمان في الكليه جربت شويه، اتعلمت فوتوشوب. كنت بحب اشارك مع الناس معلومات، فعملت قناه على اليوتيوب كنت بشارك معلومات بنكيه وماليه. فتعلمت في الطريق ان انا اعمل اديتنج الفيديوهات. ويعني اتعلمت حاجه في خلال 7 سنين شغل وما قبل كده ايام الكليه، اللي ما فيش حاجه بتعلمها بتخسر معايا. يعني انا افتكر اخدت كورس على كورسيرا، كنت مهتم بمجال اليو اي ديزاين، علشان اوكي. بحب اعمل البوتونز والحاجات دي انا بحبها، لان انا اتعلمت فوتوشوب، فتعلمت فيديو جرافيك، فيديو ديزاين او فيديو اديتنج بعد كده. فحسيت ان انا حابب فكره الديزاين نفسها. بس انا وباخد الكورس اتضح ان انا باخد يو اكس، لسه هدخل في اليو اي. اوكي. فوقتها عرفت حاجه مثلا زي اليوزر ستوريز وازاي تعمل بيرسونا. وقتها كنت شايف ان ملوش لازمه، ان انا اي لا انا مش هكمل الكورس. لما دخلت اخدت البي اس ام 1،
واتقالت اليوزر ستوري قدامي، لما يعني نورت اللمبه اللي انا كنت باخد اليوزر ستوري دي، سمعتها قبل كده، فاهم؟ يس. حاسس فعلا ان مفيش حاجه انت بتتعلمها بتخسر معاك، هي بتبيلد اب مظبوط فوق حاجات فوق بعض كده لغايه ما انت يجي الوقت اللي عليك ايه تقدر تستخدمها صح يعني. مظبوط مظبوط 100%. طب ابانوب، هو انت ليه فكرت تاخد شهاده البي ام دي؟ يعني ليه ما اكتفيتش بالبي اس ام 1 وقلت الاول اشتغل سكرام ماستر وبعد كده ابقى اشوف هعمل ايه؟ بص يا صديقي، انا بطبعي فراج. اوكي. في ناس بتقول عليا كده يعني، بمعنى ايه فراج؟ بمعنى ممكن تقول الناس بتقول عليها معنى حلو يعني. آم، بعد ما خدت البي اس ام 1 انا كنت بقدم في شغل كتير ليه علاقه بان انا اشتغل سكرام ماستر. في انترفيوز دخلتها وفي حاجات ما توفقتش فيها وفي حاجات يعني لغايه ما ربنا يريد يعني. في الكوميونتي في الجروب على الواتساب، الجروبس اللي انا وانت موجودين فيها يعني. آه، في ناس كانت بتتكلم على البي ام بي كتير، فاتكلمت مع باشمهندس معاذ المصري ربنا يبارك له يعني. هو اللي نور لي اللمبه بتاعت ان انا محتاج قبل ما ادخل، طالما انا اصلا بره الموضوع ده، وخصوصا ان انا في البانكينج سيكتور او في الفinتech عموما يعني. فانا محتاج اعرف البروجكتس ازاي كانت بتدار اصلا من زمان، يعني اخد الاساس نفسه يس. اللي منه طلع الاجايل وطلع من الاجايل نفسها السكرام والكامبل. فهو نور لي اللمبه دي صراحه، يعني راجل اوسكار. وبرضه كان معاه باشمهندس احمد القسطاوي، يعني راجل برضه يذكر. اتكلمت معاه فتره كده على الواتساب، بس كنت وقتها في نص المشوار بقى بتاع البي ام بي، هو اللي اكيد. حسسني ان انا لا صح ماشي، صح ماشي مظبوط. فقلت واي نوت يعني، يلا ناخد البي ام بي نشوف ايه اللي بيقولوا في البي ام بي ده يعني. اوكي. طب ابانوب، جهزت بقى الفلوس ازاي؟ وخصوصا انك اصلا يعني مع الاسف ما توفقتش في الامتحان من اول مره، خصوصا انك كمان بص، ظروف هو موضوع المعيشه. الفلوس ده موضوع الفلوس ده مضحك جدا يعني. بص، انا في الاول ما بدات البي ام بي حبيت ابداها ماني وايز، يعني مش عايز اصرف كتير، تمام؟ اكيد. لان كده كده انا عندي البادجت دي ماي مين كونسترينت. لو انت انا اعتبرت بي ام بي هي البروجكت بتاعي اللي انا عايز ايه اخده بالنهايه، او اخد السيرتيفيكت في النهايه بتاعته. فالماي مين كونسترينت وقتها كان البادجت، فانا عايز اخد الكورس باقل تكلفه ممكنه. اكيد. قعدت ادور يمين شمال يمين شمال، شفت بقى الكورس بتاع اندرو رمادير على يوديمي، كان وقتها تقريبا ب 300 جنيه. رحت اشتريته، مش مشكله. وقتها كانت معايا التكلفه بقى الصعبه هي توفير فلوس الامتحان. يس. ودي يعني كنت بحاول ادخر من وقت للتاني، لان انا اعتبرت ان الكوست اللي انا هدفعها عشان اخد السيرتيفيكت دي هي انفستمنت في انا. يس. الار او اي بتاعه او الريتيرن اون انفستمنت هيجي قدام ان شاء الله يعني. ان شاء الله. فكنت بدخر بشكل شهري كده مبلغ معين لغايه ما ادخل الامتحان. اي نعم، الموضوع ما اتقفلش قفله مظبوطه، ان انا لما ما عدتش دفعت تقريبا اكتر من اللي كنت هدفعه في الامتحان لو انا اخدت مع اي حد تاني غير اندرو، او خدت الكورس اللي هو يبان ان هو رخيص بس ما فيهوش قيمه، ولكن هو مليان معلومات بسعر رمزي يس. جدا. ولكن اهو ده اللي كان حصل وقتها يعني. اضطريت ان انا ادخل اجهز الامتحان مره ثانيه، لان انا خلاص معايا ديدلاين لازم ادخل امتحن قبل نهايه شهر 6، علشان مش كل اللي انا ببنيه واتعلمه او بدرسه يترمي بقى في الارض. لان انا كان اصلا يس. برضو الابلكيشن بتاع بي ام بي كان هيجيت اكسبايرد برضو في نفس التوقيت بتاع تغيير الامتحان. فالموضوع يس. نفسه كان حرب واحده يعني، موضوع الفلوس ده كان. ايوه. الحمد لله، الحمد لله سطرت يعني. الحمد لله يا صديقي، الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. طيب ايه المصادر بقى بدون اصلا اللي انت ذاكرت منها شهاده البي ام دي؟ بص، هي حته المصادر دي يعني انا وقعت فيها كتير في الاول، ان انا كنت مشتت نفسي بالمصادر. يس. لان انا زي ما كنت بقول لك في البدايه ان انا فراك، فانا بتقع في ايديا مصادر كلها فالid حلوه كويسه جميله، بس انت حلو جدا. يعني كل اي مصدر هتركز فيه لغايه النهايه هتكسب في الاخر. اكيد. مفيش واحد افضل من الثاني، تمام؟ ما هم كلهم عارفين بيشرحوا ايه، وهي في الاول وفي الاخر ابوها يعني انا اسف في التعبير مايند سيت تظبطها تحل كتير، هتاخد الكونفدنس في نفسك تحيز تدخل ان شاء الله، وباذن الله تباص من اول مره
ما تضطرش تعيد مره تانية زي عبد الله يعني. ان فهي شاء المصادر الله. كتير على النت. لو انت عايز ان انا اقول لك انا عملت ايه، يس. انا اول حاجه عملتها حوطت نفسي بكوميونتي مهتم بانه ياخد بي ام بي. يعني لو اكيد تعرف ابلكيشن اسمه ريدت، يس. اكيد كل الناس تعرفه. انا تقريبا اخر واحد كنت داخل فيه ريدت ده وقت ما كنت بجهز للبي ام بي اصلا. في كوميونتي هناك اسمه بي ام بي. اوكي. الناس اللي فيه دول على مستوى العالم كله، كل الناس اللي جوه بتتعلم بي ام بي. اوكي. كل واحد بقى بيشرح لك او بيشارك معاه، مثلا بيشارك معاك في الكوميونتي ده هو نجح في الامتحان، فايه المصادر بتاعته، طلعت في الامتحان فايه المصادر كانت بتاعته، وايه الويكنس بوينتس او الويكنس بوينت بتاعته عشان تتلاشاها انت. اوكي. فكانت كل المصادر دايما بتشير لثلاث اسماء. انا بكلمك في مستوى عالمي، فما فيش حد في الدول العربيه كان بيتم ذكره، ولكن انت بتتكلم فاهمني انترناشونال. هو كان اندرو راماديل، كان ديفيد ماكليكان، وكان ريكاردو فارجاس، وكان في واحد رابع اسمه محمد رحمن. تقريبا ده اوكي. عربي بس عايش بره يعني. حتى انا عايز اضحكك كمان، كانت اسمائهم مش بتتكتب اندرو راماديل في الاول، كانت بتتكتب اي اوكي. ار، بتتكتب دي ام. انا اصلا انا بقيت بسال فيكم يا اخوانا ايه يعني ايه اي ار، يعني ايه دي ام. انا كنت بفك الشفره لان انا كنت وحدي وسط مجتمع فاهم انت انترناشونال، فانا مش فاهم هم ايوه. بيتكلموا فين. فبعدين عرفت ان اي ار دي اندرو راماديل، والدي ام دي ديفيد ماكليكان، وريكاردو فارجاس ده بعد كده اللي هو ار في يعني. اوكي. فدي اول حاجه انا عملتها، يعني حطيت نفسي في الكوميونتي. عرفت ان اندرو ده اكتر واحد بيتم ذكره دايما، ان الكورس بتاعه تمام. بصيت عليه على اليوتيوب، حسيت ان البيرسونا اللي بتشرح قدامي انا قابلها، فاشتريت الكورس بتاعه على يوديمي. بس ذاتس ات. انا عارف ان في ناس في الوطن العربي بيشرحوا الماده، اوكي. وناس كتير بتنجح معاهم برضه، بس اللي خلاني رحت لده الصدفه بتاعت ان انا زي ما قلت لك ان البادجت معايا قوي كانت محدوده. يس. انت لما تيجي تبص على كورس تقريبا مثلا ب 100 $200، لكن انا دافع 300 جنيه في الكورس فاهمني. يس. وهنا بيقدم قيمه برضه، وهنا بيقدم قيمه. بس انا ما اقدرش اقول لك ايه الفرق، لان انا ما رحتش اخدت الكورس الثاني اللي هو ايا كان اكيد. البروفايدر العربي بتاعه يعني فاهمني. اكيد فاهمك طبعا. طب ازاي بقى يا بنوك مصادر قدرت كتير صعبه. تتغلب؟ ايه؟ بقول لحضرتك المصادر كتير جدا، فيعني انا اتمنى ان لو حد هيدخل في ايا كان اللي هيعمله، لا يعني فوكس على المصدر. يعني شوف تقدر تدير كم مصدر من المصادر دي، لان المصادر كتير جدا. يس. طب انت ازاي بقى يا بنوك معلش قدرت تسكيجوال شغلك مع مذاكرتك مع التزامات بيتك والعركه آه، الكبيره ديت بقى؟ بص يعني الحمد لله كان وقت ما انا فاكر السنه اللي فاتت كان الشغل ماشي كويس. يعني دي برضو من فضل ربنا عليا ان كان الشغل كان ماشي كويس تمام. هي كانت العركه كلها في البيت. يس. يعني انا كان معايا ابني يعني او مكمل لسه سنه ونص، فكان هو محتاجني اكون معاه اصلا برضه يعني بخلاف التزامات البيت وكده، فانا محتاج اكون جنب ابني، لدرجه ان انا كان اوقات كتير بيجيني شعور بالذنب ان انا سايبه، حاسس ان انا مقصر ناحيته. ودي يعني شوت اوت المدام كانت بتساعد في الحته دي. يعني هي انا برجع البيت للامانه يعني كنت بتغدى واقفل على نفسي. مش هقول لك ان هو ما كنتش بلعب معاه، يعني اكيد كنت بلعب معاه، بس هو الصعوبه كانت في ان انا اقدر ارجع تاني بعد ما انا افصل، ارجع للمذاكره تاني واشفت بقى اعمل شفت للفوكس بتاعي. يس. هي كانت عركه اللي خلتني يمكن في وقت من الاوقات عايز استسلم خلاص، اقول انا كبرت على اللي انا بعمله ده. و... وكفايه كده يعني خليني اركز في البيت وفي الشغل وابني وخلاص كده تمام. يعني الخير فيما اختاره الله. ولكن ما عرفتش اعمل كده. مش عارف ليه، ما اعرفش ليه ما عرفتش اعمل كده. حاولت ان انا يعني مثلا هصحى بدري عن الشغل ساعه عشان اذاكر، وارجع اخر اليوم بالليل خلاص اذاكر، افضل من ان انا ارمي الموضوع كله. كنت بحاول يس. ادابت كل شويه يعني فاهمني، اي حاجه تحصل تخليني اتعطل لا بحاول اعمل ادابتيشن بسرعه، بحيث ان انا ما سقطش كذا حاجه في النص. وقعت كتير في النص واجلت كتير، يعني انا اضطريت اوقف اصلا مذاكره تقريبا من شهر 7 لغايه شهر 12، لان كان عندي المدام عايزه تاخد كورس معين، فهي محتاجه بقى تذاكر وانا اللي ايه فاهم. ايوه.
اخلي بالي بقى من حته ابني بقى بعد ما ارجع من الشغل. ايوه. بسم الله ما شاء الله عليك يا بنو. تعيش ربنا يخليك. فالموضوع كان صعب بس الحمد لله يعني. الحمد لله تمت يعني، ربنا اراد انه في الاخر خالص ان انا انجح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طب ابانوب، هو انت لما دخلت الامتحان ما توفقتش من اول مره، ايه بقى الغلطات اللي انت وقعت فيها علشان ما توفقش من اول مره؟ ما انت ليه بتتكلم عن غلطات وسبت؟ انا حسيت بايه؟ اصل هو ده سؤال منطقي جدا يعني، احب اعرف برضه. بص، انا ربنا ما يوريها لاي حد يعني. هو بص، هي كده كده الواحد بيتعلم من غلطاته. يس. ولكن للامانه انا ما كنتش متخيل ان انا مش هعدي. انا كنت متخيل ان انا هعدي بس مش بالسكورز اللي انا عايزها، اللي هي اباف تارجت في الدومينز كلها. خصوصا الدومين بتاع البروسيس ده انا كنت راميه يعني. كنت بقول يا رب اجيب فيه تارجت بس، مش هينفع اجيب فيه بلو تارجت لان هو 50% من الامتحان. بس يس. للامانه انا اول ما شفت ان انا فيل، عارف انت ما يعني بعد الشر عنك إيه، داخل على غيبوبه كده، دخت كده فجاه يس. كده. بس قعدت كده مع نفسي وحاولت اعرف الغلطات بتاعتي يعني. ودي يمكن اللي خلتني اذاكر المره الثانيه بشكل اذكى. لو انت بقى عايز تعرف تتكلم بقى على الغلطات، هي اول غلطه كانت بالنسبه لي ان انا اتوترت قبل الامتحان وتوترت في الامتحان. اوكي. وصعوبه البي ام بي وفعلا فعلا يعني كان بيقولها حتى اندرو في الكورس بتاعه، مش في الاسئله، في انك تفضل مركز ال4 ساعات، وانك تعود دماغك انك تفضل مركز. اول 60 سؤال دول تقريبا في 75 دقيقه، يعني تتكلم في ساعه وربع. لازم يس. تفضل مركز الساعه وربع، ما تفصلش خالص تركيز. ما فيش سرحان. فانت لو توترت دقيقه، الدقيقه هتلاقيها عدت منك اصلا دقائق كتير على عدات. فهو الامتحان تحسه، صدقني، هو لو انت مذاكر كويس وتمام وعرفت تمانج نفسك صح في وقت الامتحان هتعدي. انا اللي حصل معايا ان انا اتوترت، ما كنتش مركز في الامتحان. فتقريبا اول تو سيجمنتس، او هو الامتحان بيتقسم 60 سؤال، بريك 10 دقائق، 60 سؤال تانيين، بريك 10 دقائق، بعد كده اخر 60 سؤال يس. اللي هم 180 سؤال. لو في حد مش عارف تقسيمه الامتحان يعني. فانا تقريبا اول 120 سؤال كنت متوتر فيهم. اوكي. ف يعني انا كنت طالع برضه من الامتحان مش متوقع ان انا مش هعدي، بس كنت شايف نفسي ان انا طالع من الامتحان برضه مش مرتاح يعني. حاسس ان انا حلي مش مرتاح من الموضوع. عارف انت لما تبقى طالع من الامتحان بتاعك بتقول انك انت اديت كويس، بس انت كده كده سايبها على ربنا، بس انت طالع من يس. الامتحان تفرق بين انك انت بتقول اديت كويس، ولا بتقول يا رب استر، يا رب استر من اللي جاي. ايوه. فهي لو نصيحه واحده هنصحها لحد، هما النصيحتين يعني. اول حاجه ما تتوترش، وانك تثق في انك انت جاهز. لان الثقه دي تراست يور بريبريشن كان بيقولها برضه اندر، انك انت تتراست في انك انت جاهز كويس للامتحان. تثق في انك انت مظبط المايند سيت وما تتوترش خالص، لان الاسئله طويله جدا وفيها كلمات كتير يعني. يعني بص، لو هو عايز يقول لك بروجكت تيم، هو ممكن يفكها لك في سطر اوكي. يعني. وعايز اقول لك مثلا ديفلوبمنت تيم، ممكن يفكها لك في نص سطر. طب انت ليه بتعمل كده؟ هو عايزك تتشتت. ايوه. بس شوف لو انت عندك اسئله انا معاك في اي حاجه يعني. اكيد طبعا. لان انا لو اخر طلعت سؤال لو بقى. خدت في الكلام لو انا خدت في الكلام هنعدي الساعه. لا لا ولا يهمك. انا عايش بقى صديقي العزيز كده، اعرف ايه احساسك فجأة كده وانت اتفاجئت ان الجروبات كلها بتبارك لك ومبروك يا بنوم وعايش، والفرحة اللي الناس بص فرحتها لك دي. آه بص، هو اول حاجه انا اول ما جالي الميل كونجراتيوليشنز قلت انا نجحت تمام تمام. بس ما كنتش متخيل ان انا هجيب اباف تارجت في كل الدومين. دي كانت حاجه تانية فوق الكونجراتيوليشنز، فاهمني يعني. انا اول ما شفت الميل يس. كونجراتيوليشنز ده انا نجحت. ندخل نشوف بقى النتيجه. اول ما لقيتها اباف تارجت في الاول دومين انا قعدت اجري في الشقه من الفرح. حقك والله. لان انا ما كنتش متخيل ان انا هجيب الاباف تارجت في الثلاثه دومين، لان انا وحدي. خلي بالك الناس بتذاكر بيبقى معاها سام هاو كده، في ناس كلوز فريندز بيذاكروا مع بعض. انا لوحدي بعيد عن المجال اصلا، فاهمني يعني. اكيد. انا اصعب حاجه كانت بتقابلني في خلال الفتره اللي فاتت دي ان انا برجع كل يوم الشغل الصبح، ب... دماغي بتتشفت 180 درجه عن ان انا برجع اذاكر تاني اخر اليوم، يس. فاهمني. لان انت عامل كانك بتذاكر
لهندسه مثلا وانت شغال في معمل تحاليل مثلا، مش ايوه يعني انت كده كده بتتعامل مع بشر، بس يعني انت ممكن تكون فاهم انا عايز اقول ايه، بس انت ايوه. مفيش ناس تقعد تتكلم معاها في اللي انت بتذاكره بالليل تدردش معاهم ويدردشوا معاك والكلام ده، مفيش، انت واحد. عشان كده انا كنت دي حاجه اضافيه في الفرحه. ولما لما بعت على الجروبس ان انا نجحت وناس قالت لي مبروك وكل الكلام ده، كان بالنسبه لي برضو الكريزه او الكريزه اللي فوق كده، التورته من الاخر يعني اللي بتتحط من فوق دي عشان التورته تكمل بيها. انا كنت حاسس بان انا ما استاهلش كل ده اصلا، ما استاهلش هذا الدعم الكبير منكم او من الناس اللي كانت موجوده في الجروب. وفوق ده كله كمان انك تقول لي ندخل مع بعض السيشن عشان انا اشارك مع الناس رحلتي في ان انا اخد البي ام بي. لا ده كتير عليا انا، يعني دي شهاده في الاول وفي الاخر اه اي حد ممكن ياخدها. فده كان حاجه، يعني ممكن يكون خطه ربنا في انك انت تستضيفني في حاجه زي كده، عايز تعويض على التعب اللي كنت تعبانه السنه اللي فاتت. ولكن الحمد لله على كل حال يعني. بس انا مبسوط بوجودي وسط الكوميونتي ده يعني. والله يا بنوب، وانا مبسوط بيك جدا فوق ما انت متخيل. تعيش تعيش. فرحت خليك. اكتر انك ما كنتش اصلا في الدومين، ومتحمس انك تدخل الدومين دوت وتدخله من مجال شهادات وطريقه معتمده. وباذن المولى عز وجل الفتره الجايه بقى مستنيينك تقدم بقى في وظائف تبع الدومين دوت. ان شاء الله ربنا يكرمك زي ما كرمك في طريقك الامتحانات والشهادات، وتشوف بقى التجربه العمليه فعلا، ونبدا نشوف انجازاتك اكتر واكتر يا صديقي. تعيش ان شاء الله، ربنا يسهل باذن الله. ويعني كده كده انا مش هنبطل نذاكر يا صديقي، اكيد سواء حاجه جت دلوقتي او ما جتش، كده كده مش هنبطل نذاكر. يعني انا ان شاء الله اكيد واخد بس هدنه خفيفه كده، وهبدا اذاكر للاي سي بي باذن الله، لان كده كده برضو ان دي شاء من الله. ضمن الخطه كانت من السنه اللي فاتت. بس يعني عايز اسالك انت سؤال بقى. انت شايف ان ان الموضوع شهادات بس، ولا انت شايفه ايه؟ ان في عركه بتحصل كل فتره كده، انت عارف بشوفها في الجروبات. معلش انا عارف انك انت المفروض تسال اسئله، لا بس عادي. بما ان احنا تقريبا قعدنا نص ساعه بس مش ساعه يعني، فخلينا نسالك السؤال ده اللي هياخد بقى نص ساعه. انت من واقع انك انت في الدومين نفسه شغال، شايف ان الشهادات اهميتها لغايه فين؟ بص خد راحتك واتكلم. طيب بص يا بنوب، ايه السؤال المحرج ده؟ هقول لك على حاجه. وخلينا، مش عايز الكلام يتفهم غلط، بس هو دوت وجهه نظري، وفي الاول وفي الاخر زي ما انت قلت في وجهات نظر كتير. آه، انا اللي انا شايفه بان هو في طريق، آه، لازم الطريق تلقي العلم. يعني احنا لازم نسلك طريق ان احنا في علم بنتلقاه. طب احنا مش بنتلقى العلم علشان نتمريس على بعض في المعلومات، احنا بنتلقى صح. العلم علشان نقدر نوظفه آه، في حياتنا وفي بيئة العمل بتاعتنا، ونساعد بيه الناس. ده الاساس، ده المين البيزكس بتاعنا، ان احنا بنتعلم علشان نوظف العلم ده في بيئة العمل بتاعتنا، ونوظفه في حياتنا الشخصية كمان، ونساعد بيه صح. الناس. ومساعدة الناس دي تحط عليها 100 خط علشان هكلمك فيها حاجة. طيب في سوق، في سوق شهادات بقى. ده سوق الناس بتحب، سوق زي اي سوق. مركز بي ام اي مثلا ده سوق بيبيع شهادات. يعني هو في صح الاول وفي الاخر مظبوط بيبيع كلام. شهادات. هو بيزنس في الاول. يس. السكرام دوت اورج برضه سوق بيبيع شهادات. طيب الريليشن شيب فين بقى؟ سي مثلا في شركه انترناشونال هتقول لك انا محتاجه مدير مشروع سيرتيفايد از ذا ماست. اتس اوكي. ده كده انا محتاج اخد شهاده علشان اقدر ايه، ادخل الشركه دي. طيب هل الشهاده بقى هي اللي بتقول ان انا اصلا كواليفايد للشغلانه ديت؟ لا، ملهاش اي علاقه. ناس كتيره معاها شهادات كتيره جدا، بس مع الاسف الشديد نوت ادد ذا فاليو في الورك انفايرمنت. فهي سوق. انت وجهتك ايه؟ انت وجهتك انك بتتعلم علشان توظف علمك في بيئه العمل وتساعد بيه الناس. اتس اوكي. خدت ان اديشنال بقى الشهاده جت، اتس اوكي. ما جاتش برضك عادي، مفيش مشكله. شيء ما قللش منك في اي شيء. الشهاده مش مقياس للنجاح. انت هو الطريق اصلا انك تاخد الشهاده ده هو النجاح الحقيقي اصلا. يعني انت لو ماشي في الطريق بتذاكر سنه مثلا الشهاده، انت طريق بتتعلم تلقي طول السنه. العلم. بالظبط، انت ايوه، ان سنه هو بتتعلم تلقي فيها. العلم.
النقطه الثانيه بقى، انك تساعد الناس. يعني هو انت ليه بوستاتك لمست القلب يا بنو؟ وليه بوستاتك الناس اعجبت بيها؟ لان انت اوريدي هي ديت الحاله اللي انت عايشها. انت فاهم انت الحته ديت يعني، في ابن وفي مذاكره وفي شغل وفي ضغوطات. فانا ب... اللي انا عايشه ده انا بحاول اطلع حاجه تفيد بيها الناس. فاهم بقى الحته ديت؟ طيب. دي فاهمها، ودي كانت مشكله بالنسبه لي في فتره من الفترات على لينكدين، هكلم فيها معاك بعد ما تكمل. هتكلم فيها معاك. اكيد. فمن هنا بقى صديقي العزيز الجاب بدات تحصل، ان بدا حد يقرا شيء يقوم طالع متكلم فيه على لينكد ان. طب انت الشيء اللي انت قريته ده، هل انت مارسته في بيئه العمل؟ لا، ما مارستوش. طب انت بتتكلم عنه ليه؟ ما هو انك تتلقى العلم بقت سهله. يعني احنا ما عادش عندنا معضله مثلا اللي هي من 30 40 سنه، ان البني ادم عشان يروح يجيب معلومه هيقعد يلف جمهوريه مصر العربيه كلها على كتاب. لا، انت يا دوبك افتح جوجل، السلام عليكم وعليكم السلام، هات المعلومه. ورقه وقلم وكوبايه شاي، فهمت المعلومه. الصعوبه فين بقى هنا؟ الصعوبه بتكمن في تطبيق المعلومه دي في بيئه العمل. دي العركه الحقيقيه بقى. تمام. فهو رايي الشهادات مهمه لو انا متارجت شركات اوريدي بيبقى فيها سيرتيفايد از مصر. الاهم من كل ده ان يا جماعه رحله تلقي العلم، احنا بنتلقى العلم علشان نوظفه في بيئه العمل ونساعد بيه الناس، ونساعد بيه الناس بعد ممارسته، ونساعد بيه الناس بعد ممارسه حقيقيه مننا. مش ان انا عرفت معلومه واقوم تك 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 في شات جي بي تي وتك تك تك وببلش على لينكدين. بس كده محتاج بقى ابقى اعرف منك المشكله اللي قابلتك يا صاحبي. هي مش مشكله، على قد ما انا خدت فتره من فترات برضو. كل ما افتح لينكدين الاقي حد اخد شهاده. كل ما افتح لينكدين الاقي ناس بتقول لحد مبروك. انا بقول لك على حاجه كنت عايشها فعلا، وكنت عايشها في الفتره اللي انا بعاني فيها عشان اخد البي ام بي اصلا، او عشان اذاكر لاي حاجه عموما. وبرضه ما اكدبش عليك، في الفتره اللي انا عايز اعمل شيفت للكارير بتاعي ومش عارف اعملها، اللي هي تقريبا دلوقتي لينا سنتين. انا عارف ان دي كلها حاجات بامر ربنا يعني، بس طب هي ليه كل البوستات كونجراتيوليشنز واحد مشى من شركه اكس راح لشركه واي بكل هذه السهوله؟ يعني بص تحس، يعني انا عايز اقول لك ان مثلا انت اخدت شهاده، فانا نزلت اخدت شهاده، واحد تاني تحتك اخد شهاده، ليه كله بياخد شهادات بس ما فيش حد بيشارك مشاكل؟ ده اللي انا عايز اقوله. حسيت في فتره ان لينكد ان عمل زي انستجرام كده، لما بتخش تلاقي الناس بتشارك افضل لحظات حياتها بس. ودي انا كبنوب عندي فيها مشكله شخصيه مع السوشيال ميديا من زمان. انت المفروض لو انت راجل عايز تشارك عموما حاجه او اللي انت بتمر بيه في حياتك على السوشيال ميديا، يبقى شارك الاثنين. شارك لحظات فشلك زي ما بتشارك لحظات الفرح بتاعك. الفشل ده مش هيعيبك، ولا كمان النجاح نفسه هو اللي هيميزك، لان كل الناس بتنجح عادي. بس انت ما تصعبهاش على الناس. يعني انا كنت شايف ان الموضوع بقى صعب خالص، كل الناس بتنجح، كل الناس بتموف اون في حياتها عادي في الشغل، وفي ناس مش بتتحرك خالص من مكانها. طب ليه؟ اشمعنى انا اللي مش بتحرك؟ انا فاهم ان في حاجات في النص مش بيتم تداولها. عشان كده انا اتمنى ان الموضوع ينتشر اكتر، ان الناس تبدا تتكلم عن تمام. هي لو بتنجح كانت بتمر بمطبات ايه شكلها، علشان حتى وانا بذاكر. يعني انا تخيل انت مثلا كحمزه قدامي اهو، مثلا بتذاكر للبي ام بي، فشفت قدامك تشتت المصادر. شفت قبل كده سين صاد عين كان بيتكلم يا اخوانا هيبقى في تشتت مصادر، خلي بالك من واحد اثنين ثلاثه. او انا حاليا بمر بفتره تشتت المصادر، بس قدرت اعديها عن طريق واحد اثنين ثلاثه. فلما انت حمزه تبقى تشوف نفس الكلام ده اللي ابانوب كان بيشاركه، فتريليت، فتطلع من الموضوع اسرع. لكن لما تشوف ابانوب نزل شهاده بي ام بي، انت ما عرفوش بيذاكر بقاله قد ايه، بعد يومين اخذ شهاده ثاني بي ام اي اس بي. ايه يا عم، ده هو شغال بينزل شهادات مع النت يحطها على لينكد ان. فين الرحله؟ انا مش عارف انا بصيغ كلامي مظبوط ولا لا، بس حاسس انك انت فاهم انا عايز اقول ايه. هو بص يا منوب، انا عايز اقول لك على حاجه. ديت حاجه بقت منتشره قوي على لينكد ان، الناس بدات تتكلم فيها. تلاقي اي بني ادم على لينكد ان هو مصدر الصوره ان هو الشخص الهمام. عارف انت الهمام اللي هو
وده اتس نوت لوجيك يعني. هو كل واحد فينا ليه مراحل الفشل وليه مراحل النجاح بتاعته. وصراحة ما بحبش يعني هو ما تنخدعش في حد يعني. ان هو لا ده نصيحتي ليك يعني. بص، هو انا ما اكدبش عليك برضو. عرفت متاخر يعني ان مش كل حاجه على لينكد ان بشوفها صح. ده يعني حقيقي. ممكن تلاقيه، انا بنادي مثلا انا لازم اخلي بالي من التيم بتاعي وما اضغطش التيم بتاعي والكلام ده كله، لكن انا ممكن اكون في الشركه داعكهم اصلا. ده حقيقي. انا اسف اللي بقوله يعني. بس طب هو ليه ما تتكلم عن موضوع بيور كده واضح عادي يعني؟ إيه. بتدعكم في اوقات وبتحفزهم في اوقات تانية. ليه ما تتكلمش في الموضوع مع بعضه يعني؟ ما مش عارف ليه، ممكن تكون الموضوع حاجه من جوه كده، عايز تكون دايما مثالي زيادة عن اللزوم، مش عارف. السؤال ده خلي بالك سؤال وجودي. لا والله يا صاحبي، هو ولا اي حاجة يعني. هو المواضيع كلها ابسط مما نتخيل يعني. هو اتس اوكي يعني، عادي. مش سؤال وجودي على قد ما انت لما بتبدأ تشوف الحقيقة. يعني انا اقول لك على حاجة وهختم بيها معاك عشان ما اطولش عليك. لا يا عم براحتك، كان خد شغال راحتك. معايا حد في الشركة يعتبر من الانفلونسرز بتوع لينكد ان يعني. هو حد ليه متابعين جامد كتير حاجة جامدة. انا ما كنتش اعرف ده يعني. انت متهيألك ان انا قاعد على لينكد ان، بس انا مش قاعد على لينكد ان. فالمهم امم جه حد اصحابي من الشركة قال لي حمزة على فكرة ده تقيل وخش تابعه ومش تابعه والكلام. قلت له يا عم تقيل ايه؟ ده راجل على الابيض خالص يعني. هو ده بالنسبة لي جونيور يعني. لو الشركة مش مصنفاه جونيور، بس هو جونيور. فالمهم ايه، سار الفضول بتاعي ان انا قمت داخل فتح لينكد ان بتاعه. لقيت كلام كبير جدا يعني. بص، كلام كبير فوق ما انت متخيل. فانا من النوع اللي هو ايه، دايما بقول انا اللي غلطان يعني. انا احب اقول دايما انا اللي غلطان. فبس كده. فقمت دخلت قلت له انت بتقول كلام كبير جدا قوي، فانا محتاج اشوف لك دوت في الشغل يعني. وقعدت معاه شهر بحاول بس اطلع منه اي حاجه من اللي بيقولها على لينكد ان. مش هتلاقي. بس ما عرفتش. ايوه. الاستاذ الكبير بتاعنا دخل يعني اه باشمهندس والله. لؤي، انا متشرف ان ده انا ابقى موجود معاه في نفس السيشن كده. يعني، أهلا لا بيكم ده احنا جميعا. متشرفين كلنا والله يعني. متشرفين دي الله في كل يبارك حته فيك. بجد. الله يبارك فيك يا رب يبارك فيك. كنت حضرتك طيب مش قريب. عايزين. وانتم طيبين بالصحة والسلامة ومبروك. أنا داخل والله أبارك لأبانوب برضو. إحنا يعني تعيش كانت يا ربنا بوستات يخليك يا باشمهندس لؤي. يعني كانت بوستات بس ولا على الجروب. وقلنا برضو نبارك له كده وجها لوجه يعني إن شاء الله يعني. ربنا يخليك، وربنا شكرا خالص، يوفقه يا رب. ورمضان كريم نعم. كده وصوم وأنت مقبولا وافطارا طيب حبيبي. شهيا. آمين يا رب جميعا يا رب. آمين يا رب. ربنا يخليك، شكرا اخبارك يا ونشوفك خالص. استاذنا. دايما بخير يا رب. اخبارك يا استاذنا. والله الحمد لله فضل ونعمة الحمد لله والله كان بخير. له اي سار نقطه مهمه جدا. عايزين بقى ناخد من اهل العلم بقى. آه، الشهادات، هل هي مقياس نجاح ولا لا؟ او رايك ايه في الشهادات عموما؟ لا لا مش مقياس خالص. أنا يعني هقول لك أنا اشتغلت لحد سنة 2023 من غير بي ام بي يعني. ما كانش معايا بي ام بي أصلا. فهتبص عليها ما كانتش هي العائق بالنسبة لي إن الناس تشتغل. اه هقول لك إن الاتش ار لما بيبقى متارجتها وبيبص عليها ك اتش ار بروسيس ان هو اللي عايز يشوفها عشان يعمل لك باي دي باس. فلتر بيها. هو امم بيفلتر بيها او مواقع الفلتره بتفلتر بيها. اه هتفرق معايا. يعني هتفرق معايا بس انا كلؤي اشتغلت بيها. اه ممكن يعني انا مش شايفها من ناحيه الاتش ار يعني. انا بالنسبه لي بلايند من ناحيه الاتش ار اللي بيفلتر. بس انا بالنسبه لي كتاثيرها على الكارير بتاعي ما فرقتش معايا في حاجه. يعني ما اثرتش سلبيا قصدي يعني. بس لما طبعا بتاخد الشهادات دي اشتغل مع مثلا. هي اللي فادتني فيها اكتر الشهادات سبيشالي بتاعت بي ام اي اللي هي الفولunteering مع المعهد نفسه يعني.
خليني اقول لك هي دي اللي يمكن اللي فرق معايا ان انا ابقى يعني بارت من المعهد، وابقى عمال بشتغل على شهادات واكتر من شهادة، وبتشتغل في التطوير الشهادات وتمتحن في كذا حاجة. فهي بتفرق معاهم الحتة دي، فبيبقوا محتاجين جانب شوية أكاديمي علشان يعمل لك ريكومنديشن أو يعمل لك اكسبتنس. فالأكاديمي وقتها بيفرق، يعني وقتها بيفرق يعني. بس يعني هي مقياس شخصي لناس، أنا شفت ناس معاهم بي ام بي وما عندهمش أي حاجة أساسيات حتى البروجكت مانجمنت. شفت ناس ما معهمش بي ام بي وما شاء الله عليهم يعني شايلين شركات. فعشان كده عايز انا اقول لك ما بربطهاش يعني. انا عايز اقول لك على حاجه، و... وهي مش تملق على قد ما هي ديت اللي في القلب يعني. انا ببقى فرحان جدا وانا بقول نفس كلامك من غير ما اعرف انت هتقوله. يعني ما بتبقاش عارف انت حجم الفرحه اللي عندي ايه، وربنا وحده اللي يعلم والله. يعني بجد والله. لا لا لا، بس انا بقول لك يعني انا يعني أنا دايما لما بتكلم مع اي حد في اي جروب في اي مكان في اي حاجه بتكلم من اللي انا شايفه، ما بتكلمش من النظري اللي هو الكتاب بيقول كذا وانا قريت في كتاب كذا بيقول كذا. انا بالنسبه لي في ناس كتير بتتكلم وبتقول الحته دي اللي هي اللي في الكتاب وانا عملته، لكن انا ببقى يعني بحب اقول اللي هي الاكسبيرينس الفعليه او الواقع الفعلي اللي انت بتقابله. لان فعلا في ناس كتير بتبقى ساعات متخيله ان لما انا هاخد الشهاده دي انا خلاص ده انا هلاقي شغل بكره، ده الدنيا هتبقى تمام. لا، ما هي مش لا بالشهاده، ما لا انت اصلا انت حفظتها، انت ما ذاكرتهاش وقعدت كده. يعني عارف انت في حاجه عجبتني في ابانوب برضو في البراكتس اللي هو كان بيعمله، اللي هي الكتابه، اللي هو بيفلد على نفسه، عمال بيحاول يعمل بنش ماركينج لنفسه وهو قاعد شغال وعمال بيعمل كذا وبتاع. هو ممكن متخيل ان انا قاعد سايلنت على الجروب ده او على الجروب ده او على لينكد ان وما ببصش. اصلا احنا المنصات كلها ناس صامته يعني. فحتى انا يعني مش هقول لك انا يعني بس فانا بس عندي حاجات. ظهورك بيبقى واقع، خلي بالك لان لما بتدخل اوقات مثلا لما اكون شغال في الجروب بطلع الاقي في خناقه 300 رساله تتنطط الجروب، فاهم؟ ايوه، هي خناقات دايما كده، لو انت مخش فاهم اعمل حريقه وبعدين ايه ابدا ابدا طفي وتصفيها بقى. بقى. فبس يعني هي دي الحاجات اللي هي اللي الناس بتبقى مش مركزه فيها، بيبقى همه الشهاده بس ما بيشتغلش على حته البراكتس العملي نفسه، ويحاول يظهره للناس حتى كبيرسونال براندنج ان هو ايه يعني. انا فعليا فاهم الموضوع، انا مش بقوله كده نظري وخلاص، انا مش بشتغله كده وخلاص. فدي بتبقى الحاجات اللي بتفرق يعني. لان ساعات لما كان السي في بتاعي بيروح لناس، هو مثلا شاف فيديو عندي على لينكد ان، شاف مش عارف حاجه في، شاف موضوع بتكلم فيه، شاف بوست اي حاجه، فلما بيبدا يرفرنس الشخصيه كانت دي بتعديني. يعني انا يس. بقول لك دي من ضمن الحاجات اللي كانت بتعديني في المقابلات يعني. فدي كلها حاجات بتبقى بشوفها يعني انها بتبقى لطيفه من الناس تاخد الاكسبيرينس دي او تجربه يعني. وانا ده برضو يعني عايز اكمل على كلام لحضرتك وبعد اذنك يعني طبعا. لما لا لا كنت لا اخدت طبعا. اول شهاده، لما اخدت بي اس ام 1 ما كنتش بشارك اللي بتعلمه، ما كنتش ممكن اكون فعلا كنت مهتم ان انا اخد الشهاده، لان دي كانت تعتبر اول شهاده في المجال نفسه. انا كنت لسه بقول للباشمهندس حمزه انا اصلا مش شغال في الدومين بتاع البروجكت، انا شغال في بنك ليه 7 سنين، ولكن كل ما اجي اقرا اكتر واتعلم اكتر الاقي نفسي في حاجات بعملها ديلي آه، موجوده. يعني مثلا لما بذاكر بي ام بي عرفت في ريسك وفي كومبلانس وفي اوديتنج وفي حاجات الكلام ده كل شويه، وفي ستيك هولدر مانجمنت انا بعمل الكلام ده. فلما ذاكرت بقى البي ام بي كنت مصر ان انا عايز، مش عشان لما اقدم على شغل اقدر اشتغل واقول ان انا معايا بي ام بي او سيرتيفايد بس على انا هعرف اشتغل كبروجكت مانجر، لا، علشان برضه حتى لو ده ما جاش دلوقتي اعرف اطبقه في شغلي الحالي. ف تكمله لكلامك يعني، وبرضه هي اداه تعمل لي فلتر لما اجي اقدم في حاجه. الحمد لله يعني. بالظبط، هي دي الفكره يعني، هي دي الفكره يعني. انا فاكر ان انا في الاول اصلا
الناس كلها عرفتني بحته الاجايل. بعد كده رحت البي ام اي. يعني انا الاول كنت واخد السيكتور اللاين بتاع سكرام دوت اورج، فضلت ماشي فيه وبتحرك فيه ومش باصص اصلا للبي ام اي. ما بصيتش البي ام اي وانا كنت معترض على بي ام اي شخصيا، يعني كاكسبيرينس شهاده اللي هي التراديشنال ابروش اللي هو اللي كان اوريدي اتنفى من الكوكب ومفيش مشاريع اوريدي كانت ناجحه فيه، ونسب نجاح المشاريع كانت ضايعه. فاول ما قلبوا ان بقى نصه اجايل فبدات اه اذاكر الموضوع واشتغل على الامتحان، لان انت كده بدات تتدخل الواقع العملي اللي في الاسواق. مش ان انت بتبراند الشهاده عشان تقول ان احنا شهاده البي ام بي او البتاع، بس انت مش مالكش علاقه بالماركت اصلا. احنا نص يعني صناعه السوفت وير في العالم تمثل تقريبا 50 و60% من الاقتصاد. يعني فاهم دلوقتي، يعني بقت حاجه زي الداتا والكلام ده. انت داخل في ارقام البيج داتا والحاجات اللي زي دي والاي اي اللي بيتبني عليها. الحاجات دي بقت صناعات بمليارات. بقت في شركات زي انفيديا زي ابل زي لما تيجي تبص على السوليوشنز او الشركات التوب في العالم كلهم، مش هتلاقي فيهم في النص غير ارامكو وتسلا مثلا بتاعت العربيات الميكانيكيه. فانت تيجي تبص على الموديل نفسه بتاع كل الصناعات اللي في الكوكب كلها رايحه في التك اندستري. فلو احنا كاندستري الاعلى والاكثر والاغلى ومش مبسوط لها ان يتعمل كده. بس دلوقتي بقى لما تبص على المعهد بقى عمل ايه؟ بقى في شهاده اي اي، بقى في شهاده ايوه بروجكت مانجمنت، بقت بتتكلم عن التراديشنال والهايبريد والاجايل. بقى عندك الاي سي بي، بقى عندك كذا. فبقى عنده يعني بدأ يبني البورتفوليو ويجمع شهادات حتى من السوق علشان خاطر يعمل ميرج او اكوزيشن على شركات تانية. حتى اجايل الاينز عمل لها اكوزيشن، عمل ايوه كذا. فلما تيجي تبص هو بيعمل ليه ده؟ عشان هو بدأ يدرك حقيقة فعلا التشالنج عمل وايه فعلا. ادابتيشن للتغيرات بالظبط، بتاعت السوق. بالظبط. فهو لما بدأ يفهم ابتدى يعمل ده. لكن في الأول هو كان ماشي كونستراكشن بس. يعني تقريبا اللي بياخد الشهادة هو الكونستراكشن فيلد مناسب ليه، لكن أي حد تاني مش مستفيد بشكل ودي قوي يعني. برضو انا في ناس كانت بتقابلني بتقول لي انت اخدت بي ام بي ليه؟ انت مش خريج هندسه. مع الناس تقريبا زي ما انت بتقول كده، الناس زمان كانت بتاخد بي ام بي هم مهندسين بس، اللي هم مهندس لا المدني لا، او بي المعماري ام بس. بي دي انت لو بتتجوز عايز بي ام بي. يعني انت راجل بتتجوز عايز بي ام بي. لو انا هجهز الشقه ازاي، هصرف ايه، الميزانيه اللي معايا كام، عايز اخطط لكذا ازاي. عايز بي ام بي عشان تربي عيالك، علشان انت لما بتاخده من صح. الانيشيشن لحد الكلوزنج الاكسكيوشن دي كلها هي مرحله طويله. فاهم. المشكله في هو المينيتورنج عند ممكن. كنترولنج بقى مش مهندس. ايوه. هي دي السحله نفسها، هي دي السحله. أيوة، فاهم. هو انت بتتعامل معاه لانه برودكت مش بقى بروجكت. فاهم. فانت بتتعامل معاه لانه برودكت انت قاعد بتعمل له ديفلوبمنت في اللايف سايكل كامله. فاولادك بتبقى كده. فانت يعني عشان كده بقعد اقول لك ايه، هي فكره مش بالشهاده. يعني لو هي بالشهادات بانك بتتعلم. والكلام الشهادات بتقول حاجات كتير، بس التطبيق نفسه احنا بناخد الشهاده ليه؟ مش كتير بيبقى عنده الوعي ده. اللي هو انا مش باخدها عشان بس احطها على الرف او عشان خاطر اقول انا معايا كذا. طب انت بتقول انت معاك كذا وانا هدخل اقعد معاك انترفيو مثلا اكس واي زد من الشركات، هتكلم معاك ايه النتيجه؟ ما انتش عارف تروح لا يمين ولا شمال، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. الاندستري نفسها الصناعه او الدي تو دي اكتيفيتي انت بعيد عنها قوي يعني. فالناس وقتها هتبقى انا بالنسبه لي ايه، شيل شيل هو السي في الموضوع وحط محتاج واحد. برضو مجهود اضافي. يعني انت لو معاك بي ام بي تمام، بس انت مثلا لو بتقدم في التك اندستري وما عندكش الباك جراوند الاسينشال بتاعت التك، فانت محتاج منك مجهود اضافي انك هي بقى تتعلم دي التك المصيبه بقى اللي انا ماشي قاعد ازاي. فيها. دي المصيبه اللي انا قاعد فيها من ساعه ما اشتغلت بصراحه، اللي هي بتاعت الصناعه دي. موضوع الصناعة دي هي دي الكارثة أصلا يعني في الموضوع كله. هي فكرة الصناعة نفسها. يعني أنت بتدرس البروجكت مانجمنت في صناعة زي الكونستراكشن مختلف تماما لما تروح السوفت وير، مختلف تماما بالظبط. لما تروح الصناعة مثلا زي الأغذية أو الأدوية أو الحاجات دي. كلين بقى أنا بكلمك، هو في أجايل مثلا في درس ده لين. فاهم. فهتبدأ نطبق اللين مانيفاكتشرنج، فتبدأ كل حاجة ليها حاجتها. فاهم. فالتك اندستري البانكينج يقول لك مثلا انت لازم بانكينج اكسبيرينس في حاجه معينه زي ما انت مثلا شغال فيها. طب يا عمي اللي بره البانكينج ما بيعرفش يعني يتكلم الكلام بتاع البانكينج او ما بيعرفش يشتغل. اللي بره البانكينج ما يعرفش يشتغل في التكنولوجي
او يشتغل في التيلي كوميونيكيشن اندستري. ما هو يا جماعه هي هي احنا في بتبقى النهايه صعبه، بس يعني انا بتواجهني، انا بلاقي دايما انا بدخل انترفيوز وكده. للامانه دخلت كتير انترفيوز، بس التك فيرمز دايما بيبقى فيها بتحط عليها علامه استفهام كبيره، لان انا ما هي دي النقطه. عشان انا مش فاهم، مش ابن المجال من الاخر. ما هي دي النقطة، هي دي النقطة اللي هو أنت بتقيمها بناء على إيه؟ ما هو ممكن أنت تشوف شخص من بره المجال أو مش كويس، ودي أنا شفت سيناريوهات ليها والله كتير. أنا أعرف ناس جاهز كانوا معايا يتعلم. دخلوا معايا في شركة من الشركات اللي أنا كنت فيها، كان نتورك انجينير، وواحدة كانت تقريبا اي تي انفراستراكشر، بعدين بقت سكرام ماستر معانا. يعني انت بص، أنت متخيل اي تي انفراستراكشر بعدين تاني يوم بقت صحيت بقت جونيور سكرام ماستر لمدة سنة تقريبا، وبعد سنة عايز اقول لك ما شاء الله عليها يعني. وشغاله في الامارات وفي شركات سوفت وير، ودلوقتي ماسكه تيم في كذا وبتعمل ايه وبتاع. فاللي هو يعني ما فيش حاجه اسمها الصناعه دي. يعني انا عايز بس برضو العقليه دي اللي هي ايه تفك. هي حته ان انا لازم ابقى تيليكوم. انا عديت على تقريبا مجالات كتيره جدا في صناعات كتيره، ودخلت واتكلمت في كل الصناعات. انا مش شايف ان في اختلاف. انا مش شايف فعلا ان في من جوه الصناعه. يعني انا دخلت قعدت مع ناس في البنك واتكلم عن سوفت وير. يعني انا بتكلم عن راجل بتاع سوفت وير، فمثلا هنبني سوفت وير هيختلف لما اعمله البنك او حاجه، او اعمله الهيئه حكوميه، او هو موبايل ابلكيشن مثلا، او هو ويب سايت. هي بس فكره لو واحد الايه. مش جاي من خلفيه تك، فهو لما انت تيجي تتكلم، انا فاهمها كده، انا من بره وفاهمها كده. لما الاقي اتنين بيتكلموا مع بعض، فرونت اند وباك اند بيتكلموا مع بعض، ففي ترمينولوجيز انا مش عارفها. بس انا ماشي شايف دي ماشي. مش ديل بريكر، يعني ممكن اتعلمها عادي، اي حد يتعلمها ويعرفها. ما هي دي النقطه، انت ممكن تتعلم، بس انا قصدي احنا لحد امتى هنوقف نتعلم؟ احنا مش هنوقف. هو ده بالظبط. ده اللوجيك، ان انت اصلا ما فيش حد هيوقف تعلم. يعني ايا كان انت النهارده بالمكان اللي انت فيه، انت بكره مطالب ان انت تحسن، تعمل continuous improvement وتشتغل على نفسك. يعني او بعد ما نقفل انت محتاج تشتغل على حاجات، مش عشان خاطر ان في حاجه، لان الاندستري اللي احنا بقينا فيها بقى كل يوم بيحصل فيها تغيير. انت من سنتين وقت كوفيد 19، لو هقول لك 5 6 سنين، كوفيد مثلا وقتها كان في حاجه 2008. اسمها اي آه. اي، تقريبا 2020 صح؟ 20 فاهم؟ انت بتتكلم ما كانش فيه اي اي، كان وظائف الداتا تقريبا مش موجودة. البرودكت اونر كان لسه حاجة جديدة، هو والسكرام ماستر الناس بدأت تتكلم عنهم في الماركت. السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بشكل عام كانت هي دي الكور. ديف اوبس كان لسه طالع. يعني انا بص، انا بكلمك يعني بحاول اجيب لك حاجات كده راندم. بص الحاجات دي فاهم. النهارده اللي هو بيقول لك ايه، لا بقى في حاجه اسمها ديف اوبسك، وبقى في مش عارف مثلا في كذا في كذا. يعني انا قصدي التغيرات اللي بتتغير واللي لن تنتهي، انت محتاج تفضل تواكب وراها حتى لو انت جوه الصناعه. يعني انا قصدي ما حتى هو لو انت جوه هو او بره. كلامك مظبوط طبعا، كلامك مظبوط. والموضوع محتاج مجهود طبعا من اول من كل شخص. عشان كده ممكن يكون اللي بيفرق، يعني حضرتك كنت بتقول انت كنت شغال از بروجكت مانجر ومش معاك الدي ام بي تقريبا او حاجه زي كده. يمكن اللي كان ايوه فارق حضرتك مع حد تاني هي المينتاليتي. انت لو لقيت اللي قدامك فاهم، عنده سيلف اويرنس بنفسه، عارف ايه نقاط قوته ونقاط ضعفه، وبيشتغل على نقاط ضعفه عشان يظبطها، فايا كان معاه شهاده مش معاه هاته. طيب انا ده اللي انا عايزه معايا في التيم، هو اللي هيساعدني ويساعد نفسه ويقوم التيم او يقوم وهو ده اللي الشركه حصل. او. يعني انا بقولك ده اللي حصل معايا، ان انا فضلت اروح من ده ولده ولده، وجيت السعوديه وقعدت اشتغلت 7 سنين من غيرها اصلا ولا حاجه زي كده. اه تقريبا 7 سنين اشتغلت هنا من غير اصلا ما يبقى معايا بي ام بي. ورحت لحد يعني يمكن الشغل اللي قبل اللي فات موجود فيها معادي من غير الشهاده. والناس نفسها لما كان يعمل معايا المقابله، شوف مثلا برزنتيشن او يوز كيس بتعملها او ديسكشن، لا الراجل بيقول لك انا هتجنن انت ليه مش واخدها. قلت له انا مستنيهم يعدلوا المايند سيت بتاعتهم عشان ابقى اخدها. والله العظيم رديت عليه وقتها قلت له كده، انا مش ناسيها يعني. كان راجل لطيف كده، اشتغلت معاه يعني برضه يمكن سنتين. فهو بيقول لي يعني انت كل ترمينولوجي انت عارفها، وكل بروسيس عارف وفاهم الدنيا وعارف براكتيكال ونظري اللي مكتوب في الكتاب ايه واللي بيتعمل عملي ايه كمان، بس انت مش واخدها ليه؟ انا هتجنن. قلت له عايزك هاخدها. اوعدك ان انا هاخدها، بس لما هم ايه يحسنوا شويه بس يعني.
هي مش انا مش راميها يعني فاهم؟ بس فهو قال لي ماشي. والله والله استاذنا، اي حاجه بتخش فيها بتبقى اضافه لينا، يعني لا اما بتبقى تصحيح معلومه، لا اما بتبقى تثبيت لمعلومه. فبحب صراحه اسمع لك جدا واشوف نقاشاتك جدا. عارف انك مضغوط في الوقت، ولولا انك مش عارف انك مضغوط في الوقت ما كنتش سبتك يعني. لا خالص خالص. صراحه يعني. لا ولا يهمك. وشكرا لأبانوب ان هو خلانا نتكلم مع حضرتك، لانك لا شكرا كنت. ليكم ان انا قاعد وسطيكم بنتناقش مع بعض كده عادي. شكرا خالص يعني. عفوا. لا والله وقتك بالعكس ووقت حمزه. انا عفوا. سعداء بيك يعني. ربنا يوفقك يعني تعيش. وربنا. اللي هو كان بقالك فترة متغيب عننا، بس اه خير والله بقى بعد فعلا رمضان. انا كنت يعني فعلا في هاسل كده الحمد لله يعني. الحمد بدأت لله. تفوق شوية دلوقتي يعني فالحمد لله دعواتكم. ان شاء الله ربنا مجبور معاك. مجبور بأمر المولى عز وجل. بإذن الله. شكرا جدا ليك ولوقتك يا استاذنا، وشكرا شكرا لأبانوب. خالص لحضرتك والباشمهندس لؤي. يعني انا مبسوط اصلا ان انا جذبت انتباههم يدخل يقول لي مبروك. دي شهاده رابعه او شهاده خمسه كده. صراحة يا أبانوب. عشان ما اكذبش عليك يعني، أبانوب فيك بقى مش الشهادة ديت. الراجل ده قيمة وقامة لينا كلنا صراحة. يرفع قدره الله يبارك فيك يعني ربنا. الراجل ده مش بتملق له، يعني ممكن الكلام يتفهم ان هو تملق، بس دي حقيقة. فالراجل ده لازم أن ياخد مقامه فعلا. الله شكرا يبارك ليك يا فيك. باشمهندس لؤي. العفو 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 تستاهلوا كل خير وربنا يا رب يوفقكم اللي فيه الخير دايما. جميعا يا رب يا تعيش. أستاذنا، جميعا يا ليك رب. يا أحمد. جميعا يا رب. السلام عليكم. بالتوفيق. عليكم جميعا يا سلام. رب السلام. يا أستاذ. السلام عليكم. مع السلامه.